السلام عليكم. يلا نكمل الفيديو بتاع نتعلم نزرع. والقطة طبعا هنا شايفينها عايزة تتصور، لازم تخش في الفيديو. ده الزرع اللي احنا زرعناه يا جماعة من يجي 3 شهور كده تقريبا. الشيحة اهوت، او الازهار اللي كنا زارعينها ما شاء الله كبرت اهي وبقت حلوة. احنا بقى زرعنا يومها، اتعلمنا نزرع ازاي التوم. هبقى انزل لكم الرابط بتاعها. هتلاقوه في صندوق الوصف، وهيبقى على الكارت كمان اللي هو بيتحط فوق كده في الفيديو. انا هنا بقى هبتدي اجمع بقى المحصول بتاعي. هو طبعا اصفر، المفروض كنت اجمعه هو مخضر كده، بس انا كنت مسافرة وجيت بقى، فلما جيت ولقيته اصفر كده فلازم كان على طول يتشال. ادي اول واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحدة بقى حاولت اطلعها. شايفين بقى دي كان عبارة عن فص واحد من التوم. انا زرعت على كل الطرف بتاع الحديقة كده. يعني هي كل الحكاية ما تجيش راس توم، حتى راس توم كده كبيرة، بس من النوع اللي هو التوم الأحمر. حتى برضو هي مطلعة لي نفس النوع يعني. طبعا أكيد يعني، بس ده أحلى حاجة اللي هو التوم الأحمر بصراحة، وبيعيش كمان لما تيجي تخزنيه وكده. فانا كده دلوقتي بجمع بقى المحصول بتاعي. هو ما بيبقاش نازل على عمق كبير، شايفين ما شاء الله جميلة جدا. التومة طازة وجميلة، وريحتها نفاذة جدا. يعني التوم عموما ريحته نفاذة، بده هو ده. انا كل ما اشيل من مكانها الاقي التومة ريحتها طلعت جامد قوي. المهم ان انتوا لازم تزرعوا في البيت، لازم تتعلموا تزرعوا اي حاجة مفيدة للبيت. مش شرط طبعا يكون عندك حديقة او حاجة. شوفي الجذر بتاعها نازل قد ايه. يعني هي لما تيجي تزرعيها لازم زي ما انا وريتها لكم في الفيديو اللي كان اول واحد زرعنا. بنحط التومة، فص التوم زي زرع البصل زي ما بنقول كده. وبتسيبي الجزء الرفيع ده باين منه من التربة، مش بتنزلي التومة كلها تغطس في التربة، لا جزء صغير بيبقى فاضل لفوق كده صغير، وبتغطي عليها بالتربة الجزء الباقي. وطبعا انت ممكن تزرعي في اي حاجة. هنشوف دلوقتي ازاي بنزرع في اي حاجة وهتطلع ايه. احنا كل ده قاعدة بقى اجمع. انا كنت زرعاها على طول الحديقة من الجنب ده ومن الجنب ده يعني تقريبا، فمطلعه كميه حلوه جدا. طبعا انا كنت اياميها بقول لكم ان كيلو التوم كان اياميها ب 100 و 100 جنيه وشويه. فطبعا كان الواحد نفسه بقى يزرع حاجه يكون لها قيمه شويه. طبعا الازهار اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله كبرت، وورد الليل اهوت، ودوت بقى العطرشان بقى بقيه النباتات يعني. المهم خلينا في التوم. احنا دلوقتي كل ده بلاقيه بقى في وسط التوم، بس يعني التوم ده مزروع في وسط الزرع. بس طبعا الزرع حواليها كبر، فبقت العملية ضغطة شوية. يعني هي لو في مكان أوسع هتديكي إنتاج أكبر، يعني راس التوم تبقى أكبر شوية لأنها بتبقى واخدة غذاء كمية أكبر. لكن النباتات دي لما كبرت كلها جنب بعض كده عملت كثافة نباتات. طبعا احنا عارفين بياخدوا الغذاء من بعض. بس هو عموما راس التوم حلوة جدا حجمها. وفي نفس الوقت انا كده ما اتكلفتش حاجه، يعني ما يجيش راس توم طلعت لي كده 2 كيلو توم ولا حاجه. حتى بعد ما خلصت الفيديو وصورت برضو لقيت في الحديقه، ما كنتش واخده بالي، كان داخل تحت الزرع توم تاني. ف- فزراعة التوم يا جماعة، التوم أصلا بيجي في وقته بيبقى غالي جدا. زرعوه في البيت، مش في الحديقة، في قصيص الزرع. هوريكم بعد شوية أنا زرعة في قصيص الزرع برضو وازاي ايه الشكل بتاعه. طبعا التوم لازم على طول بيبقى الجذر بتاعه اللي هو التوم نفسه، راس التوم تبقى غطسانة تحت، فلازم بجيب حاجة واحاول اطلعها بس بحذر يعني، عشان متجرحيش راس التوم وتبوظ منك يعني. فهي كده بقى انا بحاول احفر حواليها علشان اقدر اطلعها وهي سليمة. فانت ممكن تزرعي توم، تزرعي طماطم، فجل بقى ولا جرجير. الجرجير بيطلع حلو جدا، وبقدونس وشبت وكزبرة. كل الحاجات دي يا جماعة ممكن تزرعيها في شالية في البيت او قصيص صغير،
وتديكي انتاجات حلوة في البيت. الحاجة الزرع اصلا له جمال كده في البيت. طبعا انا فرحانه جدا بالزرعه بتاعتي وفرحانه بالمحصول بتاعي. وازاي ان التومه كده بعد ما كان فص صغير ما شاء الله طلع لي راس توم بحالها. فتخيل بقى كل المسافه دي كلها، طبعا هو اللي انت شايفاه ده اللي لونه اصفر ده في وسط الزرع هو ده التوم. بس طبعا ايه، انا كنت مسافره زي ما قلت لكم، فده اثر طبعا. اللي هي الشواشي دي بعد ما كانت خضراء دبلت بقت صفرة. اللي المفروض الواحد يجمعه بقى وهو لسه ايه في الخضار بتاعه. طبعا دخل بقى تحت الشيح وتحت النبات بتاع الورد اللي كنا زارعينه مع بعض لو ما تشوفوا الفيديو القديم. فانا بقى قاعده بصراحه ادور فين التوم يا جماعه، الاقي شرشوبه كده فاقوم اخده منها. انا عايزاكم تستفيدوا من الفيديو في ان انت يعني نفسك تتفتح كده انك تزرعي في البيت. ازرعي كل حاجة ممكن تزرعيها حتى لو مش زرعة. يعني زرع ممكن تحطي شجر، ممكن تحطي أزهار. الحاجات دي كلها بتدي كده طاقة إيجابية في البيت وروح وحيوية كده. حتى جوه الشقة نفسها. لو عندك سور البلكونة تحطي الصيص كده وتحته الغطا بتاعه اللي هو يمنع ان الميه ما تنزلش على السور والكلام ده، اي ميه زياده. ادي يا ستي بقى محصول الثوم بتاعي، شايفين حاجه كده من الاخر جميله جدا. لسه في بقى برضو كمان اهو، انا مجمعه حتى الصينيه وبجمع عشان اشوف بقى ايه بقى اخرة الزرع بتاعي هيطلع قد ايه. طبعا دي كانت اول تجربه، فانا كنت ايه لسه بجرب هيطلع لي قد ايه من الكميه دي كلها. فطلع الحمد لله ما شاء الله الكمية حلوة جدا. زي ما انت شايفة كده زراعته بكل سهولة وبرضه بتجني المحصول بتاعك بكل سهولة. انا طبعا جربت التوم الصيني لانه برضو كنت اشتريت توم صيني، والتوم لقيت كم فص كده مزرعين، فقلت لهم طب تعالوا حبايبي يلا نجرب احنا كمان مع التوم اللي انا زرعته التاني. فزرعته بس بصراحة في قصيص بعيد عشان اعرف فرق ما بين التوم البلدي والتوم الصيني. طبعا التوم البلدي يكسب اهو، شايفين المحصول بتاعي ما شاء الله حاجة كده من الاخر يعني. حاجة كده مش واخدة سماد ولا اي كيماويات ولا اي حاجه، توم طبيعي طبيعي يعني. فده طبعا اصح بكتير احسن ما كل حاجه بنجيبها بالكيماويات. شايفين بقى التوم شكله ايه عسل. بصراحه انا سعيده جدا ونفسي ان انتوا تتعلموا تزرعوا في البيت برضو. بصوا بقى انا بقول لكم اهو، انا زارعه طماطم. دي طماطم يا جماعه، الاول زرعتها في القصيص كام بذره كده في واحد بس. بعد كده ما طلعت بقى كبرت شوية بدأت اخد واحدة واحدة واوزعهم في اي مساحة عندي. طبق بقى جردل الفيبا، جردل عندي فايض بتاعت ازازة المية. وحطي بقى الزرع بتاعك كل سنة وانتم طيبين. عايزاكم تطلعوا كده الزرع بتاعك وتفرحوا بيه في اي حاجة اهو زي ما انتم شايفين. دي طبعا زرعة الطماطم كبرت وبقت جميلة. كل دول كانوا في جردل واحد. وبعد كده وزعت النباتات في عندك اهو. فص الثوم اهو شايفين الطويلة دي الشرشوبة دي الثوم الصيني. بس طبعا ايه دي كان لسه كنت زرعاه فلسه بيطلع اهو. بس في الحقيقة هو ما طلعش انتاج كبير يعني. راس التوم ما كانتش كبيرة زي اللي انا زرعاه. ده فلفل اخضر يا جماعة برضو الفلفل، وفلفل الوان كمان اهو. باخد البذرة برضو واروح ازرعها وما شاء الله طلعت اهي. يعني ما تكسلوش وحاولوا تزرعوا اهو. ازازة اللبن اللي قطعتها البلاستيك وعملت بيها برضو، وما تكبر هنقلها حاجة اكبر. لازم تنقليها في حاجة اكبر، كل ما تكبر تديها مساحة اكبر عشان تتغذى وتكبر وتديكي انتاج